الحرس الثوري النهارده طلعوا تصريح هيقلب الدنيا حرفيا. تمام. اعلنوا ان اي دولة هتطرد السفارة الامريكية وسفارة الكيان من ارضها، السفن بتاعتها هتعدي من مضيق هرمز وليها الاولوية وكمان هيحموها. التصريح ده خطير ليه بقى؟ وبالذات النهارده ليه؟ لان روسيا اعلنت ان هي هتقفل حنفية الغاز عن اوروبا. شكرا، ما عادش في غاز. لا، طيب ومضيق هرمز مقفول، طب احتياجات اوروبا من النفط والغاز هتيجي منين؟ روسيا قفلت النفط والغاز ومضيق هرمز مقفول، فخلاص هما كده في الضياع. يقوم طالع الحرس الثوري يقول لهم لو طردتوا السفارة الأمريكية من عندكم وطردتوا سفارة الكيان، أنا هعدلكوا السفن بتاعتكم وكمان هحميها لكم. التصريح ده بجد مشكلة ومشكلة كبيرة، وبجد في دول كتير هتبدأ تفكر في الحكاية دي. وده لو حصل ضربة كبيرة قوي لأمريكا. أمريكا كده هتفقد ريادتها تماما وهتبقى في الضياع. أمريكا بتخسر الحرب.